السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يا حبايبي تكونوا بخير يا رب وفي اسعد حال. هعمل معاكم النهارده روتين في اوضه العيال كده حبايبي، وروتين في الشقه. شايفين لقاء بنتي؟ انتوا عارفين ان هي في ثالثه سنه، وكلكم تدعوا لها بالله عليكم ان ربنا ينولها اللي في بالها يا رب العالمين ويعوضني فيها خير. قمت بقى الصبح من الساعة كام؟ بقوم كل يوم ان شاء الله كده من الساعة 7 الصبح علشان الحق استف الشقة واطبخ للعيال. واخلص كده اللي ورايا قبل ما اروح الشغل. يا حبايب قلبي انتوا اخواتي وحبايبي وظهري وسند، يا رب ما نحرم منكم ابدا يا رب العالمين. كلكم كده لازم نبقى نبقى اقوياء كده ونتعلم كلنا من بعض. الحمل والمسؤولية يا حبايب قلبي بيعلموا الانسان يعمل حاجات، ويتحمل كده ويبقى ويبقى قد الظروف اللي ربنا حطه فيها. كلنا لازم 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 نبقى اقوياء ونبقى نتحمل الظروف اللي احنا فيها حبايب قلبي. هعمل بقى الوش المخدة، هلبس وش المخدة كده معاكم. الوش ده بصوا ضيق، كنت مضايقاه اصلا عند الخياطة، ما كنتش قايلها ان هي تضيقه قوي كده، بس ضيقته. ببقى بقى اقعد البس فيه لو لقاء هنا بقى ولا زياد. الواد زياد كان راح الدرس برضو، كان زمانه بيشد قصدي، ولا كده لو بيعذبنا قوي بيضايقنا على ما بلبسه في المخد. واللقاء يا حبيبة قلب امها فطرتها الصبح وراحت الدرس. والله لسه سايبه الصينيه بالاكل على السرير، حطت لها الاكل على السرير الصبح. كلت، وقامت لبست وتوضت وصلت كده. يا رب ربنا يا رب يهدي اولادنا جميعا يا رب العالمين، ويبارك لنا فيهم، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب العالمين. هم نورت حياتنا والله يا حبايبي. ربنا يحميهم يا رب ويفديهم هم واللي زيهم. شايفين الوش مطلع عيني ضيق قوي على ما سبته على بتاعت زياده. هبقى اكملها لكم بعدين علشان ما اطولش عليكم. سايبه التاب بتاعها على السرير، والكتاب والاكل وكل حاجه على السرير، ما بتلحقش حتى تستف مكانها. في الاجازه اسم الله عليها بتعمل كل حاجه معايا. حتى قلع هدومها برضو سايبها لها على السرير، والاكل اهو اللي انا كنت عاملاه لها الصبح كلت وسابته على السرير. هروق بقى الأوضة كده وهطبق البطانية بتاعتها دي تقيلة برضو بتهد حيلي. والإزازة على السرير، والأكل على السرير، والكتب على السرير. كل حاجة. أنا والله العظيم معوداهم إن هم يعملوا كل حاجة معايا ويقوم، بس في الأجازة هي في ثالثة ثانوي وماهيش لاحقة يا قلب أمها والله، بتجري من هنا لهنا طول النهار. يعني هي خارجة النهاردة من الساعة 8، انا قمت النهارده من الساعه 7 قبل ما هي تمشي عشان الحق افطرها. ان انا ما اكلتهاش او سبت لها الاكل ما بتاكلش والله، بتفضل طول النهار من غير اكل. إيه، فقمت بقى من الساعه 7 فطرتها. وما بتلحقش بقى تعمل حاجه في الاجازه، بقى بتعمل كل حاجه. شايفين انا هنا طبقت البطانيه وما عجبتنيش تطبيقها، فهرجع تاني افردها تاني هنا وارجع اعملها تاني من اول وجديد. انا بحب اعمل كل حاجه، اعمل كل حاجه مظبوطه. شايفين النيش اللي انا حاطاه ورا السرير ده النيش بتاعي. ما كانش فيه بقى حاجات كتيره، حاجات كده خفيفه. قمت قايله بقى انا استغل اعمل احط فيه هدوم العيال، وكان واخد مساحة اصلا في الاوضة، ما كنتش لاقيه له مكان. العيال بسم الله عليهم كبروا واحتياجاتهم كترت، والشقة بقت ضيقة عليهم. فانا ما كانش ليه مكان. قلت بدل ما افكه واسيبه يبوظ، حطيته كده ورا الدولاب ما خدش مكان. ولو انتوا شايفين بردك ان انا انقله في مكان تاني في الشقة قولوا له انا هنقله في مكان. بس انا استغلته بقى وحطيت فيه الهدوم، وحطيت فيه الهدوم الصيفي اللي انا مش محتاجاها تحت. وهدوم زياد برضو وهدوم اسراء نقلوا هدومه هنا هستف بقى السرير بتاع زياد. زياد بقى انا حاطه له المرتبه على الارض لان السرير بتاعه اتكسر. محدش يقول لي بقى حاطه المرتبه على الارض ومش عارفه احنا راضيين والحمد لله. وانا طبقت بقى البطانيه بتاعته شايفينه، وحطيتها بقى على المخده علشان اللي يجي طالع على سرير لقاء او يجي داخل ما يدوش عليها بقى برجليه وكده. ستفت الأوضة بتاعتها، هي بقت زي الفل زي العسل. حطت لها التابلت بتاعها على المخدة زي ما هو، حطت لها حاجتها تاني زي ما هي على السرير، وروقت لها الدنيا كده. ربنا يروق لكم يا رب، وربنا يروق لنا ويروق لكم جميعا، ويهدي ولادنا جميعا يا رب العالمين، وكفهم شر طريقهم ويبارك فيهم امين يا رب العالمين. وربنا يرزق كل من كان بالذرية الصالحة يا رب العالمين. ستفت لها بقى السرير والتابلت والكتاب زي ما هو، وكل حاجة على السرير زي ما هي. لو وصلت لغاية هنا من الفيديو قولوا لي بقى ايه رأيكم في الأوضة بتاعت العيال.
وحطوا لايك بقى حبايب قلبي، بالله عليكم حطوا لايك واشتركوا في القناه لو انتوش مشتركين، ودعمينوا بقى عشان القناه تكبر بكم حبايب قلبي الغاليين عليا. رحت بقى للصالة، خلصت اوضة العيال ورحت بقى للصالة. الصالة انا مفضياها خالص من الحاجات اللي فيها. الترابيزة دي كانت مضايقاني، كانت محطوطة كده مضيقة المكان، فمسكتها حطيتها بالعرض. هي كده كانت محطوطة بالطول، فانا مسكتها حطيتها بالعرض. انا كل شوية بحب اقعد انقل هنا واحط هنا واعمل تغيير يعني. هشتغل الترابيزه ده، عايزه اقول لكم تقيله تقيله، مانيش قادره حتى زحزحها من مكانها لان عليها رخامه، والرخامه تقيله قوي. فانا بقى بشدها بالراحه. زياد بقى الله يصلح حاله كان بيشتغلها معايا بس هو في الدرس. بشتغلها بقى بالراحه كده علشان ما تلمش الفرشه بتاع الارضيه وكده. مسكتها بقى نقلتها بالعرض. هي كانت بالطول، والله ما انا فاكره كانت بالطول ولا بالعرض. المهم انا غيرت مكانها وبقت كده شكلها احسن. همسك بقى الشقه اصلا كانت نظيفه، انا كنت مروقاها من امبارح بالليل. انا قاعده بقى بظبط الحامل بتاعي، لقيته اللي اسراء وزي كانوا مضيعينه، ويا دوب قاعده اعمله بايظ ومكسرينه، عايزه اشتري واحد جديد. روقت بقى الترابيزه كده وستفت كل حاجه عليها. وشايفين الاحمر اللي هناك ده فانوس رمضان. الفانوس ده عايزه اقول لكم بقاله يجي 6 سنين عندي. عارفين الفانوس الخرز؟ كان في واحدة في الشغل ايام ما كنت في الشغل المصنع، كانت زميلتنا يعني، كانت بتشتغل الحاجات دي على ايديها بقى، اللي هي العلبة بتاعت المناديل والبتاع الفوانيس والاكسسوارات والحاجات دي من الخرز. فاشتريت منها، كنت شارية منها الفانوس ده، كان جميل اوي، تقريبا كان ب30 جنيه أو حاجة كده، بس جميل جميل اوي يعني. وما شاء الله بقاله يجي 6 سنين عندي. هشتغل بقى الفرشة دي خفيفة، انا بحبها علشان خفيفة، بشتغلها كده في ثانية واكنس بالمقشة. بتنضف معايا على طول، مش محتاجة بقى اطلع مكنسة ولا انحف نفسي. ما بحبش الكركبة خالص يعني. شايفين الصالة عندي ما فيهاش حاجة الا الترابيزة بس، والشاشة كانت في الصالة برضو، بس اتحرقت، العيال حرقوها الله يسامحهم. وديتها للراجل قال لي هي ما عادتش نافعة تصليح، فعايزه اوديها لواحد تاني اشوف بقى تنفع تصلح بقى ولا ايه. لو قال لي نفس الكلام يبقى خلاص عليه العوض في الشاشه، ما عادتش بقى نافعه. وخلينا في التلفزيون وخلاص، اللي هو التلفزيون بتاعي بقى اللي انا كنت متجوزه بيه. خلصت ترويق الصالة وروقتها وظبطتها كده، والمطبخ برضك روقت. انا حتى شايفين القماشة البيضة اللي هي على الفرن ده، انا حطاها علشان اي حاجة انا بطبخ كده ما تجيش على الباب بتاع الفرن متبوظ. روقت المطبخ خالص، وما فيش مواعين ولا في اي حاجة في المطبخ قبل ما اروح الشغل اهو زي ما قلت لكم. واوضة العيال هنا اتستفت خلاص اهي واتروقت وبقت زي الفل. بوريكم بس الروتين بتاعي النهارده، ان انا كل يوم بعمل كده قبل ما اروح الشغل، لازم استف الشقه واروق المطبخ واطبخ للعيال قبل ما امشي. قولوا لي ايه رايكم في الستاره دي هنا، لونها كده انا حباها هنا في الصاله علشان غامقه. آه، عشان غامقه وكان الشقه كده ومخليه لون يعني، مخليه الشقه هاديه كده. الصاله هنا اهي خلاص، كانت شايفين ما فيهاش اي حاجه الا الترابيزه، والعيال بقى كانوا بيقعدوا على الارض قدام الشاشه. شايفين اهو مكان الشاشة اتحرقت بقى، يلا ربنا يعوضنا خير. والأوضة بتاعتي اهي كملت بقى يا حبايب قلبي أوضة الأوضة بتاعتي اهي، شايفين؟ اه النور اللي كانت عاملة ده يا جنة. شايفين التسريحة بتاعتي؟ امسكها برضك اروقها، هي اللي كانت لسه ما اتروقتش. البتاع اللي في الطبق ده البت لقاء حاجات كده بتحطها على وشها، مش عارفة اسمها ايه، اتكسرت منها قمت حطها لها في الطبق. والفواحة بتاعت المعطر ده برضو بس خلصانة، عايزة اجيب بقى معطر تاني واحطه فيها. انا جايبة اللي هو اللويال ده، جميل جميل قوي. ببرشه كده على طول. آه،
ريحته جميله قوي قوي برضه حبايب قلبي، جربه حلو قوي بصراحه، هو غالي بس حلو. همسك بقى اعطر الاوضه بتاعتي، خلاص التسريحه انا ستفتها وده الدواء بتاع سوسو. همسك بقى الاوضه اعطرها بالمعطر بقى الجو، علشان ايه واقفلها تبقى ريحتها بقى حلوه ايه على طول النهار. لو وصلت معايا هنا لو وصلت لغايه هنا في الفيديو حطوا لايك. شايفين بقى عطر الاوضه شكلها جميل، وقولوا لي ايه رايكم في الستاره دي، لايقه على لون الاوضه ولا لا؟ مش شيليه جنة، شيلي. طب شيلي يلا. إيه وقضت بقى رضو العيال، همسكها اعطرها كده علشان ربنا يروق لنا كلنا يا رب العالمين. متنسوش اللايك.